السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ما يخصكم حتى خير ان شاء الله يا رب العالمين. اللي اول مره تزور القناه تاعي وصادفها الفيديو تاعي، ان شاء الله نقول لك يا اختي ان شاء الله مرحبا بك. والى عجبك الفيديو ما تنسيش تخلي لي جام، وتخلي لي تعليق، وتخلي لي اشتراك في القناه، وتخلي لي تخلي لي الاشتراك وتضغطي على الجرس الى عجبك الفيديو. المشتركات تاوعي نقول لكم بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، راكم فرحيني ومزهيني، ربي يخليكم ويحفظكم ويعطيكم ويمنيكم ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم جبت لكم وصفتين اللي هما المطلوع ووصفة البطاطا بالرقابي تاع الدجاج. وصفة المطلوع راني كنت منزلتها من قبل، قلت انا يا بالك ما يعني ما مشاش الفيديو كيما كنت حاباته، بالك على ربي ان شاء الله يمشي هذا الفيديو تاع المطلوع. والوصفة تاع البطاطا كيما قلت لكم درتها لكم برقابي تاع الدجاج. وصفة اقتصادية، يعني كيما تعرفوا وصفة رقابي تاع الدجاج راهم يعني رخاص وهابطين في السومة، يعني أي واحد يقدر يشريهم وأي واحد يقدر يستعملهم في الطياب نتاعو عادي، ويجيو بنان هايلين ما شاء الله. وصفة اقتصادية. يلا ونبداو مع بعضنا بطريقة التحضير. اليوم هنا جبت لكم انايا بمقادير مضبوطه. نجيبوا هنايا هذا البول هذا تاع الحليب، راهو يهز حوالي 250 مليلتر، ولا انايا كيلت به من قبل جاني 5 كيسان. 5 كيسان هذو داروا لي 3 خبزات كبار. نتوما يعني لا عدتم مبتدئات، هذه الخمس الكيسان هذو راح يديروا لكم حوالي 4 متوسطين، وإلا درتوهم صغار بزاف ولا يجيكم 5 صغار. يعني هذه الكمية راهي يعني تجي تاع عائلة. هذا هو البول اللي درت به. فوالا الدقيق يعني يكون سميد من النوع الممتاز، باش يعني يكذب عليكم الا كان سميد مش من النوع الممتاز راهو ما يجيش مليح، الخميره تاعو ولا المطلوع تاعو تجي يابسه، تجي خشينه، تجي تجي صامطه، ما تجيش مليحه، ما تجيش مفشفشه وخفيفه كما نحبوها حنايا. فوالا في هذه الكميه اللي درتها انا حندير في كل قرصه كيما هكا، كيما تشوفوا السميد نتاعي انا قسمته على زوج. في كل قرصه كيما راكم تشوفوا نحط مغرفه ونص خميره فوريه، مغرفه ونص مغرفه هذيك تاع القهوه حليب ماشي تاع القهوه، ونحطوا عليها شويه تاع السينوج ولا تاع الجيجلان كما تحبوا، ونحطوا مغرفه ثانيه تاع قهوه حليب السكر. هذا ما كان ما تكثروش السكر باش ما تتحرق لكمش العجين كي تكونوا طيبوا فيها. بديت انا جبت لكم نكيل بالبول، نفس البول راني حطيت هنايا الكاس الاول، البول الاول زدت احتجت، وليت نزيد البول الثاني كيما راكم تشوفوا. نبداو معاه حنايا بشويه، ما نصبوش عليها الماء يعني من المره الاولى بزاف باش تجيكم يعني متماسكه. فوالا كيما راكم تشوفوا راني نلم فيها. هذا البول الثاني راني كملته، ودروكا نزيد البول الثالث ونشوف منه شحال نحتاج. شوفوا البنات دروكا الماء يعني ماهوش معيار محدد بصح، باسكو راه كل سميد والنوعيه تاعو، كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. فهمتوني؟ دوكا انايا كنت قادره ندير 3 كيسان، نتوما قادرين ديروا زوج برك، يعني ما يشربش بزاف. هنايا راني نلم في العجين كيما راكم تشوفوا، لموه مليح مليح مليح. للعلم هذا السميد راهو البركه، يعني اللي ما تعرفش الانواع تاع السميد، انا استعملت سميد البركه. فوالا هذه هي. بعد ما لميتو نجي هنايا لسطح العمل نتاعي، هنايا نظفته مليح ودوكا نمسحه مليح من الماء، ومن بعد نبدا نخدم فيه. نبدا نعجن المطلوع نتاعي. هذا راهو مطلوع يعني يدوي، ما راهوش بالبيترا ولا حاجه، ساهل ماهل. شوفوا تبقاو تعجنوا 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 حتى يولي العجين هذاك يلصق في يديكم. الملح هنايا يا البنات حوالي كل، في هذه الكميه اللي درتها انا درت 2 مغارف معمرين قهوه، مغرف قهوه حليب ملح. فوالا هذا هو المقدار، 2 مغارف 2 مغارف معمرين مليح مليح، يعني مغارف قهوة حليب، ماشي مغارف الكبار هذوك اللي نتقهواو بهم.
نخليو الملح ما ديروش في الاول، خليوه حتى النص، في النص تبداو ديروا الملح، ومن بعد نتوما تكملوا العجين نتاعكم. الملح علاه ما نديروش باسكو هو اللي شويه يعرقل عمليه العجن. ومن بعد كي تبدا يديكم تتلاصق في يديكم، تحسوا باللي راهي العجينه راهي تحتاج ملح، تزيدوا لها الملح وتكملوا العجين تاعكم بكل سهوله. كل مره راكم تعجنوا وتزيدوا الماء، كل مره تعجنوا وتزيدوا الماء حتى تتحصلوا على عجينه طريه ويعني خفيفة، ماشي جارية بزاف وماشي يابسة بزاف. فوالا هذا هو الطراوة اللي نحبها انايا، باسكو الا درتوها خفيفة بزاف راح تعبكم، والا درتوها يابسة راح تجيكم يابسة حتى هي بعد المطلوع بعد ما يطيب. هنايا فوالا بعد ما كملت العجين نتاعي ورطاب لي، شوفوا وجد تما دالي 2 كيسان ونص تاع الماء. نخلوها تخمر حتى تخمر مليح، ومن بعد نجيو نكسروا له هنايا الطلوع. نجيبو هنايا حوالي 2 مغارف هكاك ولا مغرف كبيره نتاع الزبده، نذوبوها هكا بين يدينا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد ندخل الزبده هذيك بين يديا. الزبده راح تطري لكم المطلوع تاعكم ويجيكم احمر ويجيكم يعني بنين بنين فريمون، يجيكم بنين على عكس ما ديروه. الا ما توفرش عندكم الزبده تقدروا تعوضوه بالزيت. فوالا بعد ما انا دخلت هذيك الزبده انا في العجين، نجي دركا ونديرهم كيما راكم تشوفوا قرصات. هذو القرصات انا شويه يعني طاجين تاعي كبير، وبما اني يعني عندي خبره في المطلوع يعني مش راح نخاف منه، راني كبرتهم شويه. نتوما قلت لكم الا كنتوا مبتدئات ديروهم 5، هذه الكميه دير لك 5. فوالا تلموهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيدوا نحطوهم يخمروا حوالي 10 دقائق ولا. والبنات الا درتوا المطلوع نتوما في الصيف نقصوا كميه الخميره، وإلا درتوه في الشتاء زيدوا كميه الخميره. انا هذه الخميره راني دايرتها في الربيع، يعني الجو ما هو بارد ما هو سخون، يعني باه نعطيكم المعلومه. باسكو الا كان درتو نتوما مغرفه كبيره مغرفه قهوه حليب في هذه الكميه، في الصيف راح تخمر لكم بالخف وتتفشل لكم ثاني بالخف. فوالا بعد ما حطيناهم حنايا يخمروا حوالي 10 دقائق، نجي انا هنايا نبدا نقرصهم. حبيتوا تقرصوا بيديكم، حبيتوا تعاونوا ارواحكم بالحلال هذا، راهو يعني يساعدكم، ما ترقوهاش بزاف وما تخشنوهاش بزاف. اللي يحبها خشينه يعني هذه صراحه نتاع كل وحده واش تحب. كاين اللي يحبها خفي رقيقه ما يحبش فيها هذيك البابه بزاف، وكاين اللي يحبها يعني خشينه. فوالا بعد ما نخبزها نحطها بجيه، نجي هنايا نعاود نريقلها ونستيكيها هكا بيدي ونحطها بجيه، نخلوها تخمر ثاني 10 دقائق. بصح في الفترة هذه اللي راني نخبز بها بالحلال ديجا راني كنت مشعلة الطاجين راهو يسخن، يعني باه تكونوا على بالكم. فوالا كيما راكم تشوفوا. شوفوا يا البنات انا هنا استغنيت على الفرينه تماما، ما يعني ما جريتهاش. نتوما الا جريتوها شويه وعادت تتلاصق في يديكم، استعملوا شويه الفرينه ذريوا عليها من الفوق باش يعني تخليكم تقدروا تقرصوها هاكا كيما راكم تشوفوا. انا راني نحل فيها هكا بالحلال، حاجه خفيفه برك ماشي بزاف، وباش ما تجيكمش رقيقه بزاف خليو لها المساحه اللي تخمر عليها. فوالا هنا يعني قرصت معاكم 3 قرصات يعني باش تشوفوا. شوفوا هنا راني نخبز فيها والطلوع راهو ديجا راهي طالعه. وكنوري لكم هذوك النبولات هذوك نتاع الطليع تاع الطلوع مش طليع. فوالا هنايا هاني نخبز فيها للقرصة الثالثة. قلت لكم بعد ما تقرصوها غطوا كل وحدة وخلوها تريح 10 دقائق حتى يعني 10 دقائق لو ماكسيموم. ومن بعد نروحوا للطاجين اللي كان سخون ديجا راني مسخناته من قبل. فوالا الفيديو السابق كنت درت لكم انايا بطاجين تاع الطين، هذه المره درت انا بهذا الطاجين تاع الالمان، يعني ننصحكم به هايل ما شاء الله. فوالا نحطوا حنايا العجينه تاعنا القرصه تاعنا وتخلوها ما تحركوهاش كامل وتستناوها حتى دير لكم النبولات. كي دير لكم النبولات هنا اعرفوها باللي الخميره تاعكم راهي مليحه وراهي يعني المطلوع تاعكم راح يجيكم ناجح. الا ما دارت لكمش النبولات اعرفوها باللي راهي الخميره راهي تفشت، راكم كثرتوا عليها وطولتوا عليها وانتم ما طيبتوهاش.
هذه معلومة نفيدكم بها، فهمتوني؟ إلا درت لكم النبولات هذو يعني باللي الخميرة راهي متفاعلة، راهي مازالت ما ماتتش، وإلا ما دارتش خلاص اعرفوها باللي راكم طولتوا ما حطيتوهاش الطيب، ويعني فات الوقت نتاعها وهي تخمر، يعني زدتوا لها الوقت. فوالا. بعد ما ديروا هذوك النبولات اثقبوهم من الجوانب كما كنتوا تشوفوني، ما تثقبوهمش من النص باش ما تفسد لكمش السطح نتاع العجينه من الفوق، باسكو كي تنفخ هذيك العجينه وتثقبوها من الفوق راح تتفش راح تتفش فوقاني. خلوها طيب، ومن بعد كفكرة بتجيك مطرية وحمرة مليح، تجيبوا هنايا شوية تاع الزيت تحطوه كيما هكا وتدهنوه بالبانسو وتبقاو هكا تضغطوا بكش حاجة ولا على البلايص اللي ما راهيش لحقتهم النار، خصوصا هذوك البلايص تاع اللي داروا النبولات هذوك واسمو وتفشوا عليها. فوالا كيما راكم تشوفوا، شتو هذيك البيوضه هذيك راهي كامل من النبولات هذوك بعد ما ثقبناهم. الا ثقبناهم يعني في الوسط راح تكون اكثر من هكا. كي نثقبوهم من الجوانب راح تكون شويه خفيفه، نزيدو ندهنوا الجانب الفوقاني كيما راكم تشوفوا، ومن بعد شوفوا كيف تجي حمراء الله يبارك ما شاء الله، وتجي خفيفه قطن قطن ما شاء الله ما شاء الله. فوالا نبقى انايا هكا ندير هذه الحركة هذه بكش عفسة هكا ولا باش نتفادى هذيك البيوضة باش ما تبقى لناش كامل. فوالا هنا طابت لي القرصة الثانية، نزيد نطيب القرصة الثانية هكا ونفس الطريقة دروكا دير لنا النبولات هذوك ونفشوهم بالكيردون عادي، وقلت لكم دائما نديروا على الجانب. هذه هي البنات، ان شاء الله يعجبكم المطلوع نتاعي، واللي يعجبها الفيديو تخلي لي جيم في التعليق، ولا عجبتك القناة نتمنى انك تخلي لي الاشتراك في القناة وتضغطي على الجرس باه يجيك مني كل جديد. ونحب نعلمكم راني في نظام التحدي لإنقاص الوزن، اللي يهمها الامر والله اللي راهي حابة تنقص في الوزن راني دايرة تحدي، وان شاء الله الى حبيتوا تكونوا من المهتمات بالموضوع هذا ادخلوا لي للفيديوهات تاوعي تبعوا بالك يعني ينفعكم ويساعدكم باش تنقصوا في الوزن. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا هاني نثقب فيها وتخلوها تطول شويه باش تطيب لكم يعني كامل على ضربه واحده. نثقبوها هذه الثقوب بعد ما تطيب نزيدو نثقبوها، علاش؟ باش ما تنفصلناش القشره الفوقانيه على الوسط. فوالا نزيدو ندهنوها، ندهنوا السطح وندهنوا الجوانب منا ومنا باش يعني يلحقهم هذاك الزيت، باش من بعد كي نحوشيوهم كيما نقولوا احنا نديروا الحاشيه هذيك تكون ديجا كانت لحقتها الزيت. فوالا هذه هي. واللي هنايا راني حطيت القرصه بيدي، كنت الاولين هذوك حطيتهم يعني بالطرشونه، وهنا حبيت نوريكم تقدروا تدهنوها ثاني من الفوق قبل ما تطيب، راح ثاني تجيكم النتيجه ثاني هايله. وكما شفتوني راني نشد العجين تاعي غير من الحاشيه هذيك برك باش ما نفزتش انايا القرصه، باسكو كاينين اخرين كيجيو يرفدوها من النص، راح هذوك تاع الصباع راح يخليو الاطراس نتاع الصباع. شوفوا ربي يبارك كيفاش تجي حمراء، تجي ما شاء الله خفيفه 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 غير نتاع تغماس، مع راهو جاي الصيف، مع راهو جاي البحر بربي ان شاء الله، والصيف نحبوا المطلوع هكا مع اللبن مع الحليب مع التغماس مع الشكشوكه مع المقلي، راكم تعرفوا يعني المطلوع نحبوه وما كانش اللي ما يحبوش نهائيا. راني نوري لكم هذيك البلايص تاع الثقوب هي اللي راهي تخلي في البيوضه هكاك. نبقى نحرك هكا كيما راكم تشوفوا فيا، راني ما رانيش نحرك انا في الكسره، راني غير نحرك، راني غير نضغط عليها. علاش؟ باش ما تروحليش لا فورم هذوك تاع
الأشكال هاذوك اللي جايين في الطاجين، فوالا نبقى نحرّك هكا برك، نضغط على العجين واضغطوا على قد ما تقدروا عادي، باسكو الخميرة راهي كيما نقولوا راهي خامرة ومفشفشة وكلش ما يصرالها والو. نجيبو هنايا بعد ما طيبت أنا الخبزات تاوعي كامل، نجي هنايا ونبدأ نحوشي فيها بالطريقة هذه، سواء حبيتوا تحوشيوها تنحوا الطاجين كامل وتبداو تحوشيها بالنار تاع الطابونة نورمال، ولا حبيتو بالطريقة هذه، حبيتو تحوشيها في الطاجين العادي تاع الطين كيما هكا، ولا حبيتو تحوشوها بالطريقة هذه. في الفيديو السابق كنت قليتهم انايا في شوية نتاع الزيت، يجيو ثاني هايلين ما شاء الله، والشكل تاعهم يجي احمر يهبل الله يبارك. فوالا انا نبقى نكمل نحوشيهم كامل ونرجع معكم. وهنايا طاب المطلوع نتاعي، شوفوا الله يبارك كيفاش يجي يحمر يجي شهي الله يبارك. اللي شهيتها ان شاء الله تتشهاك الجنة يا رب العالمين، واللي سخفت عليها يلا شمري على يديك ويلا ديريها وفرحي روحك وفرحي وليداتك وفرحي دارك بربي ان شاء الله تنجحي فيه من اول يعني تجربة. هاني راح نقسم معاكم الخبزة، شوفوا كيفاش الله يبارك. شوفوا انني شويه رققتها باسكو حنايا ما نحبوش حنايا هذيك الطالعه بزاف، يعني لو كان جيت حبتها تجي طالعه بزاف راني خشنتها اكثر من هكا، خشنت كي كنت نقرص فيها راني خشنتها. احنا نحبوها هكا تجي طالعه وتجي خفيفه وتاكلي قرصه كامله وما تحسيش، تنمو خفيفه تاكلي قرصه كامله وما تحسيش بيها. انا لو كان يعني ما جيتش ريجيم، شوفوا صدقوني نموت عليها نموت عليها نموت عليها، وكي راني ريجيم درتها وما كليتش منها وما ذقتش منها وبقات في خاطري. نموت عليها، خصوصا لو كان نلقى البن هكاك بالزبده تاع البقرات ناكل خبزه حتى الخبزه ونص نورمال عادي تفوت، باسكو خفيفه خفيفه ماهيش من هذيك النوع الثقيل هذيك اللي تقهمك ولا تشبعك ولا ما تعجبكش، باسكو الخفه نتاعها هي اللي تشهيك باش تاكليها. ها شوفوا كيفاش راني ندي فيها ونجيب منها ما يصرالها والو، الشكل تاعها ما يتبدل ما يفسد ما حتى حاجه. نزيد نعاود، الى عجبك الفيديو والى عجبتك المطلع نتاعي ان شاء الله يا اختي ما تخلينيش ما تخرجيش بلا ما ديري لي الاعجاب وتخلي لي التعليق وتشتركي في القناه وتكوني عائله فرد من العائله تاعي وتكبر لي قناتي باذن الله تعالى لتعم الفائده. وكما قلت لك اضغطي على الجرس باش يجيك مني كل جديد. نرجعوا هنايا الوصفه نتاع الرقابي. هنايا جبت رقابي هنايا حوالي كيلو هكا كله، غسلته ونقيته مليح، درت له شويه تاع الخل وكلش نظفته. ونجيب هنايا هذه الوصفه تحتاج الثوم بزاف. بعد ما نقيت انايا الراس تاع الثوم هذاك نجي هنايا ونربيه، درت راس كامل وحوالي راس وزياده، باسكو هذه الوصفه هذه ولا الطريقه هذه تحتاج الثوم بزاف. ربيته هنايا هذاك الثوم كامل، ومن بعد نجي هنايا نبدا في التوابل هكا. نحط هنايا الملح، ما تكثروش الملح باسكو ما رانيش رايحه نمرق بزاف ماهيش مرقه. نزيد نحط عليها الفلفل العكري الحار باش تجينا حاره الله الله، ونزيدو نحطو عليها الكمون. هذه الوصفه هذه تحتاج الكمون، وهي اصلها كمون، يعني لو كان ما تجيش كمون راح تجيكم مرقه ماهيش راح تجيكم صوص. هذه اللي راني ندير فيها. نحط عليها ثاني شويه تاع الكركم. فوالا نزيد واش نزيد راح ندير الفلفل العكري الحلو والفلفل الكحل، فلفل الكحل فوالا. ونزيد نجيب هنايا زوج مغارف هكاك كبار نتاع الطماطم المصبره كما راكم تشوفوا تحتاج طماطم. نزيدو نحطو هنا مغرفه نتاع الزبده وريقات رند بعد ما كنت انا غسلتهم. فوالا هذو هما المكونات، نحطوهم ضربه واحده مع بعضهم، ومن بعد نروح نحطهم تحت النار ناقصه خلاص يتقلاو مليح، ذوب عليهم هذيك الزبده
ما نضيف لهمش الماء خلاص دروكا حتى يدخل هذوك لي زيبيس هذوك كامل فيهم مع الزبده مع الطماطم مع كلش، ومن بعد نجي نمرقهم. فوالا دروكا راني غير راهم تحت النار، ها كيما راكم تشوفوا، ونقصوا النار خلاص عليها باسكو ما كانش ماء، ما رانيش مازلت ما مرقتش، هكا برك وخلاص. نخليهم انايا يتقلاو، بعد ما تقلاو كملوا نجي هنايا ونمرقهم، بصح ما نمرقهمش بالماء بزاف، نمرقهم غير قيس برك كيما راكم تشوفوا. هذا مكان، هذه هي الكميه اللي نمرقهم بها، هذا مكان راكم تشوفوا يعني دلاله مادام يعني راه اللحم هذاك راه يبان دلاله باللي راني مانيش مارقتها بزاف. نحاول انايا نسوي هذوك باش نغطيهم، ومن بعد نغطيها ونخليها تطيب على نار ناقصة حتى يعني تتشرب هذيك لاصوص كامل، ومن بعد نجبدها. شوفوا هنايا بعد ما طابت، شوفوا هذا هو شوفوا لاصوص كيفاش. على بها قلت لكم ما تكثروش الملح باسكو راهي راني حابه نخليها تشرب. نكون هنا من جهه واحده اخرى قليت هنايا البطاطا كيما راكم تشوفوا هكا دي رونديل كيما حبيتو نتوما، انا درتها هكا دي رونديل، ونزين يعني الصحن نتاعي وكيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجي انايا نحط هذوك الرقابي تاوعي اللي الريحه نتاعهم هنايا راهي فواحه بريحه الكمون ريحه الحرور مع ريحه الطماطم، جد يعني صدقوني تجيكم هايله. ومشي شرط ديروها بالرقابي، ولا تقدروا ديروها بليكويس، تقدروا ديروها بالجنحين، تقدروا ديروها باي يعني حاجه عندكم. هذه لاصوص يعني اعتمدوها في الصيف للتغماس، خصوصا للتغماس راهي تجيكم هايله ما شاء الله. انا العائله تاعي يموتوا عليها. وانا هنايا مشي زعما كي يكون ما كانش عندناش الدجاج ولا ما عندناش ولا ما نستعملوش الجنحين هذو الرقابي راهم يتباعوا بالكيلو هايلين ما شاء الله. الكيلو تاعهم 20 ألف، ولا تشري كيلو ولا زوج تشبعي يعني عادي. اللي عندها الولاد هذه راهي تشري 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 وما يكفيش. راكم تعرفوا الميزانية دروكا كيفاه والظروف كيفاه عادت، رانا عدنا ما نقدروش يعني فريمون عدنا ما نقدروش على الماكلة تاعنا. وهنايا بعد ما وجدت، وهنا وجد المطلوع نتاعي، شوفوا الله يبارك. هذه هنايا رايحه نغمسوا فيها، هما اللي غمسوا انا ما غمستش، ما غمست ما كليت حتى حاجه، والو والو والو. راني ريجيم ربي قدرني ان شاء الله يا رب العالمين. هذا هو، وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله تدعموني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.